سالي سالم، صباح البلد. يبدو كده ان الاعلام الغربي لديه اهداف محدده ضد مصر. يعني هو عامل كده، راسم الخريطه بتاعته وهو حاطط مصر كده، وكل يوم ارمي سهام كده على مصر. يمكن ابرزها اللي شفناها الاخرانيه، يعني اللي كانت الفعل الفاضح، كانت شبكه CNN الامريكيه اللي قالت تقرير مؤخرا، قالت فيه ان الكابتن الله يرحمه محمد شقير قائد الطائره المنكوبه انتحر خلال عودته من باريس الى القاهره. بيحاولوا يعيدوا نفس الاكذوبه بتاعه الكابتن الله يرحمه البطوطي. كانت عنده دليل، هو ما كانش عنده أي أدلة قطعية على ذلك. أيضا وسائل إعلام أخرى بتحاول تشويه صورة مصر في قضايا أخرى بقى، يعني مش بس موضوع الطائرة، لكن بنلاقي في أي قضية، سواء بقى نتكلم من أول ريجيني، حرايق، هجوم على مساجد، هجوم على كنائس، وإحنا شفنا حصل هجوم على مساجد وكنائس في فترة. الإعلام الغربي له توجه واضح حول الهجمة الإعلامية الغربية الشرسة على مصر ودور الهيئة العامة للاستعلامات في الرد على تلك الحرب الإعلامية. معنا الدكتور خالد رفعت الخبير السياسي. أهلا بك يا دكتور خالد. معنا دكتورة عزة عزت خبير الإعلام الدولي. أهلا بك يا دكتورة عزة. دكتورة عزة، خليني أبتدي مع حضرتك في الأول. يعني هل أنا متجنية على الإعلام الغربي، ولا هو فعلا عامل منهج ليه في تشويه سمعة وصورة مصر بأي شكل؟ مش مصر بس، يعني للأسف هو في فجوة كده بين الباحثين الأكاديميين وبين متخذ القرار. وصورة العرب وصورة المسلمين في الغرب مستهدفة من سنين السنين. وكل فترة، بس لأن احنا ما بنعرفش نتعامل مع كل أزمة، بنتعامل معاها بشكل الهبة وتهبط حماساتنا ويعني نبطل نتكلم فيها. وغالبا لما بنيجي بنرد بشكل عصبي وبشكل لا يقرع الحجة بالحجة وبالإقناع، وإن أنا أسحب الخصم على أرضيتي لأن احنا مش اختراع، يعني إن صورتنا سيئة كمسلمين أو كعرب أو كدلوقتي مصر سبب سياسي. الهدم التجربة لأيا كان السبب. المسألة مش جديدة، لكن احنا مشكلتنا ان احنا لا بناخد بتوصيات الباحثين المتخصصين في هذا الامر. مين اللي ما بياخدش؟ مين اللي ما بياخدش؟ القرار والقائمين على اي ازمه، مش بس ازمه الطائره او الازمات الاخيره دي. ما حدش بياخد باراء الخبراء او الاكاديميين او دراسات الماجستير والدكتوراه اللي بتتعمل عن صوره العرب وعن صوره المسلمين وبشكل فرعي عن بعض صوره المصريين وصوره الخليجيين وما الى ذلك، وبيطلعوا بتوصيات علشان متخذ القرار في وسائل الاتصال يستخدموها او يوظفوها او يستعينوا بيها. احنا لو كنا ابتدينا من سنين بالصدفه، انا ليا كتاب اسمه صوره العرب في الغرب وصوره العرب والمسلمين في العالم، والدكتوراه بتاعتي عن الصوره. ومش انا لوحدي، اساتذه كتير جدا اوصينا بحاجات كتير جدا. لو حتى خدنا من كل رساله توصيه واحده وابتدينا نستخدمها، الى جانب تعالي لما يكون في ازمه زي الازمه الواقعه الان. ايوه، اي ازمه فيهم الطائره، زي الطائره مثلا. حضرتك اشرتي للCNN، مش الCNN بس على فكره، هي بس فجه قوي. CNN كعاده امريكا، لان الاعلام الامريكي بالذات والصحافه الامريكيه بالذات مهيمن عليها من عقود اليهود، فلها وفي احتكارات وكل. لا CNN راس مال يهودي، يعني ايوه معروفه، ايوه، يعني بالنسبه لنا كلنا. وبريطانيا كده ومرضخ وقيسي على ذلك، وحتى نشأة وكالات الانباء في الاساس هافاس ورويتر وولف والعالم دي كلها يهود. اول من انشأ مكاتب الاخبار قبل ما يبقى فيه صحافه ولا وكالات انباء يهود، هم اللي ادركوا من البدايه قيمه الاعلام. هم عندهم يعني في العالم معروف ان اليهود شطار في حاجتين قوي، في البنوك، المال والاعلام. يعني هم بيقدروا يسيطروا. بس على فكره برضو احنا ما نقللش من قيمتنا، احنا برضو الاعلام المصري تحديدا مش العربي. طب ما انا هاجي لدكتور خالد. عنده قدرات، ولما بيعوز يعمل يخلي الابيض اسود ويخلي الاسود ابيض بيعمل. هاجي لك للاعلام المصري، خلينا نروح للدكتور خالد. احنا عندنا حاجه اسمها الهيئه العامه للاستعلامات. عندنا صح. عندنا مش كده؟ ولا لك حاجه موجوده لسه ولا راحت فين؟ لا دي مفاجاه، هي معموله سنه 54. يعني بقى لها دلوقتي كتير قوي. وهحكي لك قبل ما اخش على الهيئه العامه للاستعلامات استكمال الكلام ده على مسؤوليتي الشخصيه. CNN دي خاضعه للمخابرات الامريكيه. ازاي؟
في برنامج استخباراتي. طب ما البي بي سي خضع المخابرات البريطانيه؟ لا دي واجهه. في اغسطس 52 يعني من 24 سنه. والحره تمويلها قناه الحره تمويلها من الكونجرس لا قناه الحره دي كانت في اطار انشائها، كان هي ومجله سوا وعده راديو سوا كان راديو سوا وعملوا راديو سوا عراق ومجله هاي والكلام ده كله ده مصروف عليه مئات الملايين. ايوه يا فندم لتحسين صوره امريكا. ايوه يا فندم. تسمحي لي استكمل النقطه بس يا فندم. في اغسطس 52 الكلام ده في ضابط مخابرات امريكي اسمه فرانك ويزنر. فرانك ويزنر جه بعد كده سفير في مصر هنا، بس هو كان لسه ضابط صغير. فرانك ويزنر عمل برنامج اسمه ماكينج بيرد. ماكينج بيرد او الطارق المحاكي، اي حد يخش على النت دلوقتي يكتب ماكينج بيرد. البرنامج ده كان سيطره المخابرات الامريكيه على وسائل الاعلام زي الفل. طور البرنامج سنه 66 وخلى المخابرات الامريكيه تسيطر على كل مراسلي الوسائل الاعلام الغربيه بالذات في اماكن الحروب زي الفل. سنه 76 الكونجرس الامريكي ناقش البرنامج ده وعمل له ميزانيه لغايه وقت عادي. هتقولي لي ايه علاقه السي ان ان بالسي اي اي بالمخابرات الامريكيه؟ في فيديو شهير جدا على النت. اندرسون كوبر اللي هو كبير مذيع السي ان ان في العالم بيعترف بنفسه انه شغال في برنامج ماكينج بيرد الاستخباراتي الامريكي، وبيتفاخر انه عمل 3 عمليات في العراق وفي صربيا وفي امريكا. الراجل بيقول بنفسه انا شغال مع المخابرات المركزيه الامريكيه. اي حد دلوقتي يا جماعه على النت او حضرتك على النت اكتبي ماكينج بيرد اندرسون كوبر بس هيطلع لك شريط هو بيتكلم بنفسه. فسي ان ان علاقتها بالمخابرات الامريكيه دي قصه معروفه. حضرتك قلت قناه الحره. قناه الحره المعلومه اللي الناس كتير ما تعرفهاش ممنوع تتذاع جوه امريكا. يعني حضرتك لو رحت جوه امريكا تدور على قناه الحره ما تلاقيهاش، لان قانون الاعلام الامريكي بيجرم ويمنع وسائل الاعلام المموله من الدوله. فقناه الحره يبعتوها للعرب، يبعتوها لمصر، يبعتوها نتفرج احنا عليها، لكن تشوفيها في امريكا ما تلاقيهاش لان دي قناه موجهه من وزاره الخارجيه الامريكيه. يعني هو ده الاعلام الامريكي. حضرتك اول سؤال بقى سالته لي قلت لي الهيئه عمل استعلامات دي معموله سنه 54، كان لها نشاط ايام عبد الناصر طبعا وعملت كتب وترجمه والكلام ده. الهيئه اللي عامله استعلامات كان ليها يوم، يعني ايام صفوت الشريف كان لها 73 مكتب في حول العالم. الرئيس السيسي قعد يقلل. على فكره الهيئه عملت استعلامات من سبتمبر 2012 خاضعه رئاسه الجمهوريه. انا عارفه تتبع مباشره ما بقتش تتبع وزاره اللي كانت وزاره اعلام. مرسي طلع قرار في سبتمبر 2012 ان الهيئه عملت استعلامات تابعه مباشره لرئاسه الجمهوريه. بس عايزه اقول لحضرتك حاجه، عارف الرئيس السيسي، يعني انا ما كنتش ضد قرار الرئيس السيسي انه قلل من مكاتب الهيئه العامه. لا ده لازم. ليه؟ لانه ما كانش ليهم لازمه، ما بيعملوش حاجه يا فندم. يعني احنا لما كنا بنسافر يعني كانوا اغلب حاجتهم بتروح المكان الميشن بتاعهم، بيدوكي التسهيلات انك تعمل، بس كشغل كده مفيش. لا كدور في تحسين صورتنا مفيش، ما بلاقيش حاجه. حضرتك حقائق هم انا كتبت مقاله في جورنال كامله وهم زمايلنا وناس زي الفل، يعني لا واتصلوا بيا ناس زي الفل. انا ما بقولش حاجه. لا مش بالضروره. خلينا نتكلم كلام تلفزيون ولا كلام الصراحه. معظم المبعوثين بره بتبقى برضو في توازنات في ارسالهم، مرضي عنهم، اهل ثقه، ما اعرفش ايه، حاجات من هذا القبيل. هل هم متخصصين في الاعلام فعلا ومهتمين حتى عاملين دراسات ولا بحوث عن الصوره وتحسين الصوره ومطلعين اب تو ديت قوي؟ لا اغلبيتهم بصراحه. دكتوره عزه انا اقول لك عن تجربه، يعني انا رحت دول كتيره وتعاملت معاهم، فيهم ناس زي الفل، بنات يعني سيدات ورجال زي الفل وبيشتغلوا وبيعملوا شغل كويس. لكن ليه حالتنا كده؟ طيب هل مثلا نقص امكانيات؟ لا يا فندم، الهيئه عملت استعلامات ميزانيتها 256 مليون جنيه بالجنيه. عندهم 1700 واحد. كان عندهم حاجه اسمها مركز النيل، 30 مركز نيل المفروض التوعيه والابصار والكلام. اخر كتاب ترجموه مش هتتخيلي من 16 سنه. موقع الهيئه العامه للاستعلامات اللي يخش دلوقتي على الفيسبوك، موقع الهيئه العامه للاستعلامات على الفيسبوك، بص دلوقتي اخر حاجه نشرينها في 2011 اللي هم الناس وظيفتهم الاعلام ويعرفوا الدوله. هي الهيئه على الاستعلامات وظيفتها ايه؟ وظيفتها 3 حاجات. اول حاجه تعرف الشعب خطط الدوله وافكارها والحكومه عايزه ايه. تاني حاجه تجس نبض الشعب وتوصل الرساله للحاكم. ثالث حاجه نشر الوعي. انا بقول لحضرتك ان هم في الثلاثه بتكلم عن جوه مصر. الثلاثه صفر. انت عندك في مصر هنا 183 سفاره حول العالم، يعني في ال 194 دوله عندنا 183 سفاره. امريكا عندها 87 بس. عدد السفارات المصريه ضعف عدد سفارات امريكا اغلى دوله في العالم. طب يا جماعه هي المشكله اللي عندي، انت عندك سفاره في جواتيمالا فيها 12 واحد وفي جواتيمالا 4 مصريين، تخيلي.
مش بهرج والله، دي حقائق غريبه. لا، دي حقائق غريبه عندك عدد العاملين في السفاره يخدموا 3 اضعاف الموجودين. يعني حاجه مش طبيعيه. طب هل في مشكله عندنا في مصر؟ هي على استعلامات واحد من السفاره يقوم بدورها في الخارج ونوفر ال 256 مليون جنيه اللي بتصرف عليهم؟ مين الواحد ده بقى؟ واحد في السفاره اديله كورس، اديله دورات في الاعلام، واحد في اي كل سفاره. يعني شخص في واحد السفاره شغال اصلا في السفاره. انت عندك ملحق سفاره، ثقافي، عسكري، طب ما انت بيبقى عندك ملحق اعلامي في السفارات كتير. ملحق الاعلامي غالبا بيتابع العاملين المصريين هناك وبيطاردهم، وهم بيتصيد اخطائهم لو هم عملوا اي حاجه ممكن تسيء للصوره. لكن هو هل بيتصل بكل الجهات السياسيه والبرلمانيه في الدوله اللي هو المقيم فيها وبيعمل اتصال له طابع التفاعليه وبعيد عن الشكل الدبلوماسي وبيتصل بكل الناس؟ احنا ناخد امريكا اسوه. امريكا لما حسوا ان صورتهم سيئه من ايام كلينتون وقالوا لماذا يكرهوننا وطرحوا السؤال ده وبداوا يدرسوا ليه هم صورتهم سيئه وليه في العالمين العربي والاسلامي تحديدا بداوا يتحركوا وبداوا يعملوا حتى في تنسيق بين كل الهيئات. حتى الهيئات الدبلوماسيه عندهم ما بقتش مجرد حفلات استقبال وابتسامات هبله يعني، لا دول بداوا يتصلوا بمجموعه كل سفير في دولته على المستوى الشعبي. يعني كنتوا قريب كنا بنشوف السفير الامريكي اللي بينزل الموالد وبيروح ولا البريطاني سوري اللي لا امريكا كمان بدات تتصل باعلاميين، صحفيين، رجال اعمال، فنانين، مطربين، لاعبي كوره، مش عارف ايه، تاثر فيهم وتبعتهم رحلات كمان علشان تاثر فيهم بحيث يبقوا قاده راي ليها علشان تحسن صورتها. طيب ما نعمل زي انا عايز بس اضيف حته هنا خطيره جدا. اتفضل. بمناسبه السفير البريطاني بياكل فسيخ، حاجه بتقول عليه، كان عندنا سفير زيه بالظبط في امريكا في مصر اسمه فرانسيس ريتشارد دوني لما كان بيروح مولد السيد البدوي. مولد السيد البدوي كل الموالد، حتى السيده مارجرجس كان بيحضروا. هذا ده كان بيتكلم عربي كويس جدا. خدوا بالك من اللي هقوله لك ده، خدوا بالك قوي اللي هقوله لك. الراجل ده مولود في الظاهر بيتكلم عربي. الراجل ده كان راجل استخبارات. اول ما خدم في طهران، كان مدرس في طهران. بعد كده في 11 سبتمبر كان ماسك رئيس قسم مكافحه الارهاب في امريكا. الراجل ده كان الدراع اليمين المساعد لمدن اوربرايت. كل ده عادي، راجل استخبارات. الراجل ده جه اشتغل في مصر هنا سفير من 2005 2008 عادي. الراجل ده في 2007 نظم مؤتمر اسمه حقوق المواطنه، جاب فيه البهائيين والمسيحيين الاقباط المهجر كان كل اسبوعين بيعمل مؤتمر في فندق. كل ده عادي، انا مش معترض عليه، شغلته. الراجل ده عمل كوربوريشن مع UNDP الوكاله الامريكيه للتنميه، ودفع 508 مليون دولار، خد بالك من الرقم، من 2005 2008 لمنظمات حقوق الانسان. كل ده عادي، انا مش قلقان. لا بقى حضرتك اصبر عليا بس، ده اللي جاي لك ده اللي تقلقي منه. لا لو كان كل ده عادي، بتقلقش. شغلته انا بحترمه، راجل استخبارات، شغلته بيقوم بمهامه المكلف بيها. الراجل ده يعني سيبك من كل الكلام الفضلك، الراجل ده تم اختياره، خد بالك، الراجل ده معهوش ولا ماجستير ولا دكتوراه ولا حاجه، راجل استخبارات. رئيس الجامعه الامريكيه تم اختياره من 1/7 اللي جاي هيجي رئيس الجامعه الامريكيه في مصر. هل يعقل هذا؟ جواب التكليف اللي طلع له من البورد في نيويورك بيقول ان انت مكلف باحداث مهام التغيير السياسي في مصر حتى 2019. والراجل بيقول انا قابلت انا عندي الجوابات دي نشرتها، انا قابلت اقوم بهذا الدور لاحداث تغيير سياسي في مصر ده جاي مصر يعمل ايه؟ انا بس على سؤال دلوقتي يعني ايه معلش ما تعديش. يعني ايه رئيس جامعه راجل استخباري دلوقتي معهوش ماجستير؟ لا كل ده معدي معاه، مش قضيه. يعني ايه احداث تغيير السياسي؟ اقول لك العنوان بالظبط. الجمله دي مش جمله عاديه. ايه التغيير السياسي اللي انت عايزه؟ ده هو من وجهه نظرك. ده البورد الامريكي، بورد الجامعه الامريكيه في نيويورك مكلفه بهذا الدور لاحداث التغيير السياسي في مصر. في الجواب التكليف اللي طالع له، وهو بيرد على الجواب ده بيقول وانا قبلت ان اقوم بهذا الدور حتى 2019. الراجل ده في 1/7 اللي جاي ده هيجي يستلم رئيس الجامعه الامريكيه، الرئيس ال 12. كان الجامعه الامريكيه لها قلق، يعني مش الدنيا مش سالكه قوي. ايام احداث 2011 2011 مصر هنا، احداث 25 يناير، كان السفيره مش موجوده والسفاره مقفوله عشان القلق اللي في التحرير. كانت تدار السفاره الامريكيه من منزل رئيسه الجامعه الامريكيه في المعادي. ايامها كانت الرئيسه ال10. دلوقتي جايب لي رئيس جامعه امريكي راجل مخابرات معهوش ولا ماجستير ولا دكتوراه ولا دعوه بالعلم خالص. كان في مركز في الجامعه الامريكيه اسمه ARCE. مش ننسق زي ما هم بينسقوا
المخابرات مع الشركات العملاقه، مع متعدده الجنسيات، مع السلاح، مع الاعلام، مع الاحتكارات الاعلاميه، مع ناس منظومه بيشتغلوا في منظومه. احنا بنشتغل في منظومه. خليني اقول لحضرتك حاجه، وده مش مدح، لولا هبه الاعلام المصري، الفضائيات المصريه طبعا كان في حاجات ما نعرفهاش. يعني احنا لولا ان الفضائيات بتطرح الموضوع وتلاقينا كلنا بنتكلم في الموضوع ده وكلنا محموقين وبنتكلم، احنا بنقوم بدور الهيئه العامه للاستعلامات. يعني احنا بنطرح الموضوع على الاقل محليا بتوعوا. هو صحيح بيحصل ساعات برضو الواحد يقول اللي ولا عليه، ساعات لما مثلا حادث زي حادث الطائره ده، مفترض انه ما حدش يفتي قوي، وما حدش يفتي الا اللي خبير، وما حدش يستنتج. هم هناك بينسقوا. يعني السي ان ان لما عندها تدفق معلوماتي اكيد ليها علاقه بالمخابرات بتديها المعلومات. يوم ما الطياره وقعت كان يوم الخميس اللي فات الساعه 2:30 الفجر. انا كان عندي هوا وفضلت شغاله لغايه ما حصل المؤتمر الصحفي اللي عقده وزير الطيران 1:30 الظهر. كان 2:15 كده. انا فاكره يوميها حضرتك لغايه 2:15 انت بتتكلمي ما عندكيش معلومه. حتى من المؤتمر الصحفي بتاع الوزير طلع قال ما اعرفش، رغم ان الناس اشادت بادائه، لكن هو طلع قال ما اعرفش. طب لما انت ما تعرفش، لا كنا لاقيين حطام اياميها ساعتها، ولا نعرف ولا عايزين نعلن اسماء الضحايا، ولا حد بيقول حاجه. الاعلام مش بس انا بقول لحضرتك، كان كلنا شغالين زي ما بيقولوا بالبلدي بنخبط في حلل. لا كنا بننقل من وكالات اجنبيه. ودي كارثه اخرى. كان كله فاتح سكاي نيوز وسي ان ان والعربيه. على فكره دي كارثه اخرى، هو اعتمادنا على وكالات الانباء. مشكلتها في مصر زي ما بقول لحضرتك كده، مصادر المعلومه بتاعتي الاعلام الحكومي مغمض عينيه وماشي ورا البيان اللي يطلع من الحكومه، من الخارجيه او ما فيش بيان من الحكومه. طول عمر الاعلام الحكومي ما ينطقش، ما ينطقش، يستنى البيان الرسمي ويتكلم. كان بيذيع محرم فؤاد الغنوه مش عارف ايه والفيلم وكلام ده مش في دماغه لغايه ما يطلع بيان حكومي. ودي كارثه في التلفزيون الحكومي. الفضائيات الخاصه كانت رصدنا حاجتين، نوع منهم ماشي ورا الفضائيات الاجنبيه كمصادر معلومات، اللي بياخد على طول اي حاجه ينشرها سكاي نيوز، هو في نفس الوقت عاجل بعد دقيقتين يقوم نشر بخبر، يعني هو فاتح سكاي نيوز وبينقل منه. ونوع تاني كان بيفبرك الاخبار وبيعمل حواديت، تسمع اخبار غريبه يعني لكن مصدر معلومه موثوق بيه ما فيش. احنا ما عملناش كده، معلش يا دكتور. لا صدى البلد كان انا كنت بقول انا ما عنديش معلومه ومش قادره اقول لكم حاجه، يعني قلناها صراحه. احنا حتى هذه اللحظه احنا عندنا طياره طلعت الساعه كام، وكم واحد عمل كده؟ ما اعرفش. دي اجابه سياسيه دبلوماسيه. ما اعرفش، انا كنت بشتغل كتير ما عملوش كده، ما تابعتش. كتير ما عملوش كده. كان في ناس كتير بقينا كل الجمهور العادي بيحاولوا ينقل من قناه لقناه. كان في تخبط واضح، وكل واحد بيطرح سيناريو. عارفه حضرتك احنا في عصر سرعه، لو ما نخليش دايما احنا قنواتنا واعلامنا رد فعل الاخرين. وكاله انباء، هو صحيح التدفق الغربي من الاعلام من وكالات الانباء الغربيه طبعا لا يعادله جهد اي قنوات فضائيه او وكالات انباء عربيه. مصيبه لما تبقى وكاله غربيه بتنقلك من داخل بلدك، هي اسرع منك. طب ما هو ده تاريخنا طول عمره. خبر وفاه النقراشي اتذاع في اسوشيتد بريس قبل ما يتذاع في مصر، ده عادي، ده تاريخ. هو المشكله ان احنا ما بننسى. ايام النقراشي حاجه ودلوقتي لا احنا بننسى حتى. لا احنا بننسى للاسف، احنا بننسى. احنا ما زلنا خاضعين للتدفق الاعلام الغربي بنسبه هائله وبننقل عنهم. لا ما هي معلش يا دكتوره عزه، وخليك معايا يا دكتور خالد. ماشي احنا يمكن انا عايز اتكلم والله. كنا ماشيين بالمنهج، بس دكتور خالد يعني اسمح لي، يعني خلاص بقى في وعي ان الاعلام الغربي او الوكالات اللي بتجيلي باكذوبه او بتوجهني باجنده او بتوجهني لزاويه معينه من الصوره. انا بقى دوري هنا كاعلام مصري مش كاعلام اللي بيديني المعلومه على طالما جوه بلدي، يعني وبتصاغلك مصطلح اخدها بقى من سوريا، اخدها من ليبيا، مش قضيتي، بس انا بتكلم هنا جوه مصر. ليه بقى؟ ليه؟ تعالى نحل اسباب المشكله. انت ما عندكيش مخ بيتحكم في الاعلام. كان زمان عندنا وزير اعلام، كان عندنا هيئه سلامات قويه. دلوقتي عملوا الدستور بتاع 2014 قال لك اعمل هيئه العامه للاستعلام، اعمل ميثاق الاعلام مجلس الوطني للاعلام، واعمل كمان ميثاق الشرف الاعلامي، اعمل مش عارف ايه. ما عملتش حاجه خالص. انت لغيت وزير الاعلام، لجأت وزاره الاعلام، وما عملتش الحاجات المفروض تبقى مكانهم. فانت بقالك 4-5 سنين في تخبط تامل.
تخبط كامل. ما عندكيش مخ يدير الاعلام في مصر. السياسه الاعلاميه المصريه الوقت. معلش برضه دكتور خالد خليك معايا. ده واقع. هل وزير الاعلام ملوش دعوه بالفضائيات؟ لا. وزير الاعلام له انه يتحكم في اتحاد الاذاعه والتلفزيون. لا، ما انا بتكلم على اياميها. وزير الاعلام هو ملوش انه يعمل حاجه مع الفضائيات. ممكن بنتعاون ويبعت لك معلومات. كان بيعمل كده. لا، هو توافر المعلومات. كنا بنعمل كده. انا اشتغلت. حضرتك اشتغلت هنا واشتغلت حضرتك كنت هنا. بسبيرو وكنا عارفين. انا اشتغلت هنا واشتغلت هنا وشفت الفرق. وزير الاعلام ما كانش له دعوه بالفضائيات يا فندم، وليس له حكم ايام على صفوت الفضائيات. الشريف يا فندم، ايام صفوت الشريف ما كانش اللي بيطلع بيان يومي بيتبعت للفضائيات. المعلومات اللي بتحصل النهارده ايه؟ كان بيسموه انشطه اليوم لو تفتكر يا فندم. كان بيتبعت لكل الفضائيات بالفاكس يوميا. انا مش عايزه انشطه. لكن انا عايز انشطه اليوم. انا مش عايزه هيحصل كذا انا عايزه وكان بيوجه الاعلام اللي النهارده هيحصل يا جماعه افتتاح حاجه فلانه. الحاجات اللي احنا النهارده السيسي بيشتكي منها. النهارده يا جماعه هنعمل كذا، النهارده يا جماعه هنعمل مؤتمر كذا، النهارده الاقتصاد بتاعنا زاد كذا، النهارده مش عارف كذا. كان كده بيحصل. دلوقتي الاعلام بيدور على الصوره السلبيه، على الصوره الغريبه، العفاريت والجن والجنس وبدا يركز عليها. هاتي لي حضرتك في الفضائيات الخاصه اللي بنتكلم عنها النهارده. انا مش بهاجم الفضائيات الخاصه. لا، برامج التوك شو هاتي لي برنامج بتعمل دور برضه. لا حرام ما نفسهمش. حضرتك هاتي لي برنامج واحد بيتحدث عن موجه للاطفال في الفضاءات الخاصه. برنامج بيتحدث عن زياده الوعي للجماهير في الفضاءات الخاصه. التوك شو اللي الدكتوره بتتكلم عنه، افتحي ايه توك شو في البرايم تايم الوقت بتاعنا اللي هو من 8 ل 12، وقت مميز جدا في العالم كله. افتحي لي العالم كله من اقصى الشرق لاقصى الغرب، تلاقي كل التوك شوهات يا في حاجات فكاهيه، يا حاجات جميله، يا حاجات بترفع الشعب، يا حاجات بتناقش، يا حاجات الامريكان بيمجدوا في نفسهم. تعرف الامريكان ما بينتصروش غير في السينما بس، ده بينزلوا على الارض بيتهزموا. يعني في افغانستان اتهزموا، في فيتنام اتهزموا، في افغانستان اتهزموا، في العراق اتهزموا، في بيروت اتهزموا، في الصومال اتهزموا، في كل حته. لكن هو بينتصر في السينما بس، بيستغل السينما في تمجيد وتفخيم بتاع. تعالي بقى في مصر هنا من 8 ل 10 او 12 او في النكد في برنامج شهر 3 ده في ضابط ضرب واحده بالقلم في منطقه مش عارف ايه. يا صريخ، هاتوا له وزير الداخليه، هاتوا له اللي هو عبد الكريم. ده كل يوم بيحصل الكلام. صراع الديكه بين الضيوف او التوك شوهات بتتكلم عن اي سواد في المجتمع. ده حصل كانهيار كذا. يا جماعه الاعلام المصري انا مش بهاجمه، لكن محتاج فعلا عقل مدبر، محتاج مخ يوجه الاعلام لخدمه المجتمع. وانا عامل اعلام عشان اعمل اثاره ولا عامل اعلان؟ ده سؤال. انا عامل نسبه مشاهده ولا انا عامل اعلام؟ طيب معلش خليني برضو معانا يا دكتوره عزه. قولي لي انت يعني نتيجه، خلينا نقول لغياب دور الهيئه العامه للاستعلامات، وانه الاعلام الفضائي هو اللي بقى مسيطر طبعا. فبقى الاعلام الغربي بقى كتير جدا بياخد من الاعلام الفضائي، يعني من الاعلام المصري على فكره. ما اقولكيش احنا يعني المقوله اللي بتقال ايه، انتوا بتكلموا بعض جوه البلد. لا بينقل عنكم. انت مرصود كويس قوي بره. كمان على وسائل التواصل الاجتماعي. بتقول انا لا حاجات اللي بتذيعيها كل يوم بتنزل. والله ما اعرف. لا وهقول لحضرتك حاجه. احنا دلوقتي الاعلام بقى زي الاواني المستطرقه اللي بتكتبوا حف انتوا بتنقلوا عنه احيانا، واليوتيوب بينقل عنكم، وغير كده انه عنصر السرعه والسبق بقى مهم جدا. فبقت بصي احنا وقت البرنامج خلص، بس اللي عايزه اقوله لحضرتك الاعلام واقع في مشكله. انا بتكلم على زمايلي كلهم اللي في التوك شو بالليل او البرامج الصباحيه حتى اللي احنا بنعملها. لو انت تجاهلتي وكلمتي بالليل على كده يقول لك ايه؟ ده تطبيل، ده اللي بيتقال. ده انتوا مغيبين، انتوا مش متابعين، دي قنوات عايشه في وهم. لو وانتوا فين وشوفوا البلد بيحصل فيها ايه. لو اتكلمتي عن اللي بيحصل والمشاكل اللي بتحصل والسلبيات ده انتوا عايزين تسودوا الدنيا. انتوا نحن في مأزق. طب ليه نبقى للدرجه دي؟ ليه في الاكستريملي كيسز دي ليه نبقى كده؟ يعني حتى حادثه زي بتاعه الطياره لو حصل فعلا في برامج التوك شو تفنيد عاقل، الاسباب، وهل اسباب بشريه ولا فنيه ولا كذا، السيناريوهات المحتمله كذا وكذا وكذا. لو احنا بنتابع زي ما الهيئه العامه للاستعلامات عندهم اقسام استماع سياسي ومتابعه
طب دكتورة ليه عزة، ليه ما احنا عندنا حاجتين بقوا موجودين في البلد زي الفل. محللين رياضيين، اي واحد ماشي في الشارع يحلل لك ماتش، ومحللين استراتيجيين ما منتشرين انتوا اللي اخترعتوا المسميات دي. والثالث بقى محللين بقى بتوع طيارات. لا هقول لحضرتك، تلاقيه عمره ما يمكن راكب طياره كراكب هقول عادي، لحضرتك لكن حاجة. بيحلل الطراز من غير زعل من غير زعل. انتوا اللي اخترعتوا الناس اللي بتتقافز على الشاشات دي، انتوا اللي المحلل الاستراتيجي والمحلل ما اعرفش السياسي بتاع. انا حتى كنت هعترض في البدايه اقول انا مش خبيره، انا استاذه متفرغه في الاعلام الدولي. عارفه ليه؟ ما فيش كلمه خبير. يعني ايه خبير؟ ده انا بشوف ساعات واحد عنده 30 سنه بتقولوا خبير. عارفه ليه؟ عشان لازم اختم. عارفه ليه؟ عشان ما عنديش معلومه. صح ليه؟ صح قفلت كده. طب اجيب ليه اي المعد حد ما بيقولكيش؟ لا ولا المعد. لا يا فندم انا ما اقصدش المعلومه بتاعت المعد. هيجيب منين؟ لا يا كلامها فندم. صح. هيجيب منين؟ اجيب منين؟ اللي فوق بس مش نازل معلومات. بس ما عنديش حاجه تانية. طبعا والسي ان ان عندها ضخ معلوماتي كل يوم بكلمه. انا ما عنديش. انا مش انا كشخص كشخصي، لا انا ولا المعد ولا اكبر برنامج توك شو باكبر رئيس وزير تحرير الطيران طلع قال ما اعرفش، يبقى خلاص كان وزير الطيران ما يبقى محتاجين حاجه فوق تدير الاعلام بالظبط. انا بشكركم شكرا جزيلا دكتور خالد رفعت الخبير السياسي. دكتوره خبيره اهو بس ما عارفين ممكن رئيس مركز خبيره للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. ما تزعلش انا عارفه. دكتوره عزة عزت استاذ متفرغ صح؟ ايوه استاذ متفرغ الاعلام في جامعه المنوفيه. عشان زعلان من كلمه خبيره. لا اصل خبير استهلكت. خلاص انا بشكركم شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام بكده بكون وصلت مع حضراتكم لختام حلقه النهارده من صباح البلد. بكره الصبح ان شاء الله الساعه 9 هلتقي بيكم نحضر فطارنا وقهوتنا. يوم الجمعه عندنا كلام كتير، كلام مهم، يوم اجازه وهنقعد نتكلم مع بعض. حتى اراكم غدا صباحا، الى اللقاء.